Güey, no mames. السلام عليكم، ازيكم واهلا بكم في قناة ونس. اهلا بكم في حلقة مقاطع رعب جديدة المخصصة ليوم الجمعة. مقاطع النهاردة مرعبة جدا، فخلي بالكم وانتوا بتتفرجوا، حصنوا نفسكم وجهزوا لأي فجعة، هدوا بقى الأنوار، جيبوا حاجة كده تتسلوا فيها، ويلا بينا نبدأ على المقاطع على طول. قبل ما ابدا بس حابه افكركم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، ما تنسوش برضو تدخلوا على القناه الثانيه فيها فيديوهات هتعجبكم جدا جدا. صلوا على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا ندخل على اول مقطع. أول مقطع معانا لعامل بناء موجود في البيت ده تحت الإنشاء، ولكن البيت ده في الأساس كان مهجور لمدة 10 سنين. العامل ده كان شغال لوحده تماما في البيت، كان بيظبط البلاط بتاع الحمام علشان فجأة يسمع صوت غريب جدا مصدره جوه البيت نفسه. يخرج بره يبص من الشبابيك، مفيش أي حاجة. اتفرجوا. Verga, no, sí se escucha más. Y estoy aquí en la casa de remodelación. Acabo de rellenar, hicimos ese shower y esto. Y desde hace rato vengo escuchando un llanto como de niño. Oigan. Pero el pedo es de que aquí en la casa esta pues, no hay, están todos los cuartos vacíos. Y me da miedo ir al basement, pero verga, a ver, deja checar. Porque allá afuera no hay nada. Hola. La verga. Pues no hay nada. Güey, no mames. No mames. في صوت صراخ طفل واضح جدا جاي من جوه الشقة، تحديدا من القبو نفسه. الراجل بينزل ما بيلاقيش اي حاجة، في نفس الوقت ضربات قلبه بتزيد، بيسمع وراه صوت حاجة بتنزل او بتخبط، بياخد بعضه ويخرج جري. العامل ده رفض انه يرجع ويكمل شغله في البيت ده نهائيا، ده اقل واجب بعد اللي حصل له بصراحة. تفتكروا الموقف ده حقيقي فعلا ولا ممكن يكون حد عامل فيه مقلب؟ اكتبوا لي رأيكم. المقطع اللي جاي ده لأم كانت بتصور بنتها، وقررت انها تصورها في المرة دي بالذات لأن كذا مرة قبل كده بتلاقي بنتها كأنها بتتكلم مع حد أو كأنها بتلعب مع حد، مع إن مفيش في البيت كله غير البنت ومامتها. فالأم المرة دي قررت تصور علشان توثق اللي البنت بتعمله، يمكن تعرضها على حد من أهلها أو حتى على أخصائي. الأم بتقول إن المرة دي لقت البنت كالعادة كأنها بتتكلم مع حد، فنادت على بنتها علشان تسألها هو أنت بتتكلمي مع مين؟ فصورت شيء مرعب جدا. الأم بتقول أنا ما لاحظتوش أثناء ما كنت بصور، ولكن لما رجعت الفيديو وركزت شفته. ركزوا انتوا كمان وإلا هتفوتوا. اتفرجوا. Lorelei, come here. Lorelei, who are you playing with? What are you doing? What? كأن في حد أو حاجة ماشية ورا البنت. ممكن حد فيكم يقول لي ده الظل بتاع البنت، ولكن لو ركزتوا شوية كده هتلاقوا إن الظل ده أطول من البنت نفسها. ده بجانب كمان إن انتوا لازم تركزوا على مصدر الإضاءة نفسه. مصدر الإضاءة مستحيل يعمل ظل للبنت في الاتجاه ده. في نقطة كمان، لو كان ده فعلا ظل للبنت، الظل احنا عارفين احنا بنشوف من وراه، بنشوف الحاجة اللي وراه، ولكن الكيان ده لما مشى الباب اللي وراه
كأنه مش متشاف، كأنه هو مغطي على الباب، فما فيش ظل بيعمل الإفكت ده بجانب إن الظل رايح في اتجاه والبنت رايحة في اتجاه تاني خالص، وده طبعا برضو أكيد مش من خصائص الظل. فممكن جدا إن هو ما يبقاش ظل ولا حاجة، ما يبقاش ظل البنت يعني، ويبقى كائن آخر إحنا كلنا عارفين. فيا ترى انتوا رأيكم كده برضو؟ اكتبوا لي. المقطع اللي جاي ده صوروا 2 يوتيوبرز من اليابان، جوتشا وياسوكي. المحتوى بتاعهم انهم بيستكشفوا اماكن مسكونه. الاتنين دول اتوجهوا ناحيه قريه مهجوره، في شخص كان قال لهم انه شاف حاجات غريبه بتحصل في القريه دي، فهم راحوا على اساس الكلام ده. الشخص اللي هم راحوا على اساس كلامه ده بيحكي بيقول انه لما راح القريه دي كان رايح لوحده، وقابل راجل وست كبار جدا في السن، قالوا له امشي من هنا فورا وما تحاولش ان انت تدخل القريه دي. طب ايه الغريب اللي ممكن يكون في الموقف ده؟ الغريب ان القرية دي فعلا مهجورة بقالها سنين، عشرات السنين، فلو ما فيش حد في القرية، مين الاتنين المسنين دول؟ فجوتشا وياسكي قرروا ان هم يروحوا بقى القرية بنفسهم ويستكشفوا المكان ده. مادة خام يعني للمحتوى بتاعهم. ما كانوش يعرفوا انهم فعلا هيلقطوا حاجة على الكاميرا، هم نفسهم مش هياخدوا بالهم منها، ولكن لما يراجعوا هيعرفوا انهم فعلا شافوا حاجة غريبة. القرية نفسها الشوارع بتاعتها يعني ما فيهاش اي حاجة غريبة واجهتهم، ولكن هم دخلوا مبنى مهجور كده جوه القرية، وهناك حصل اللي هتشوفوه ده. اتفرجوا. في الفيديو ياسكي بيصور المقطع ده، وكان صاحبه ووتشا في مكان تاني. صور الفيديو ده وما كانش واخد باله، اتكعبل كده في الارض، ففجأة الكاميرا لقطت حاجة موجودة تحت رجله، يكاد يكون دماغ طالع منها شعر، بالظبط زي فيلم ذا جراتش. كتير من اللي شافوا الفيديو ده قالوا لا، ده لا يمكن يكون شخص حقيقي، ده اكيد عفريت او حاجة من هذا القبيل يعني. ما هو مستحيل يكون في بني ادم موجود في البقعة دي يعني. فيا ترى انتوا كمان ايه رأيكم؟ الفيديو الجاي ده صوروا حارس امن موجود في مول، والمول ده معروف ان هو بيكون فيه موجود محلات، ولكن الحارس ده دايما بيسمع اصوات جايه من مخزن لمحل موجود جوه المول ده، فحس كده ان ممكن المخزن ده يكون يعني مسكون بصراحه. ولكن يتفاجئ مفاجاه كبيره جدا جدا لما يروح يستكشف المخزن ده بنفسه، ولحسن حظه ان هو صوره. اتفرجوا. بصراحة مشهد من أرعب ما يكون، مشهد كده جاي من رعب أفلام الطفولة زمان. إزاي العرايس دي كلها أو الدومة دي كلها بتشتغل في نفس التوقيت وهم كلهم موجودين على الأرفف بتاعتهم في كراتينهم لسه جداد ما اشتغلوش غالبا، يعني ممكن ما يكونش فيهم حجارة أساسا، والمخزن بقى كله مقفول وضلمة تماما. يعني هو بيصور على ضوء الكشاف بتاعه. ازاي ده حصل؟ الله اعلم. هو نفسه بيعتقد ان المخزن ده نفسه مسكون، في حاجه غلط حصلت فيه. يا ترى اللي انتوا شفتوه ده ليه تفسير منطقي علمي، ولا فعلا ده شيء خيالي ملوش اي تفسير غير انه هو حاجه خارقه للطبيعه؟ اكتبولي. الفيديو الجاي برضو من داخل مول، بس المول ده موجود في البرازيل، وبرضو اللي صوره حارس امن، ولكن المره دي صوره الساعه 2:30 بالليل. المول برضو كان كله مقفل ما فيهوش اي حد، وحارس الامن ده كان الوحيد الموجود في المكان، او هو معتقد ان هو كان الوحيد، يعني ما يعرفش بقى اللي حصل بقى بعد الفيديو اللي صوره ده، لان ده اللي صوره. اتفرجوا.
الفيديو بيوضح ان في بنت صغيرة طالعة على السلم الكهربائي، فهو بيجري وراها بسرعة جدا علشان يلحقها يشوفها، ولكنه بيلاقيها اختفت من على السلم تماما. طيب في كذا احتمال لحاجة زي كده. اولهم ان ممكن يكون المول قفل والبنت دي كانت لسه جوه تايهة من اهلها وما عرفتش تخرج معاهم. انا بالنسبة لي ده شيء يعني غريب جدا، لان يعني على اقل تقدير لو هي بنت صغيره معنى كده ان هي جايه مع اهلها، فاهلها سابوها من غير ما يسالوا عنها وهم عارفين ان هم في المول. على اقل تقدير يعني مثلا الساعه 2:30 دلوقتي، يعني المول مثلا هيقفل قولوا الساعه 12 واحده بالليل، يعني اهلها مثلا ساعتين كاملين او ساعه ونص ما يسالوش عنها وهم سايبينها في المول وهم عارفين انه ده اخر مكان هم شافوها فيه. مش منطقي، يعني كان على الاقل هييجوا المول يفتشوا عليها، يسالوا، يطلبوا البوليس، حاجه زي كده. فبنت صغيره موجوده في مكان زي ده لحد التوقيت ده بالنسبه لي شيء غريب. الاحتمال التاني انها ممكن تكون بنت مشرده مثلا ملهاش مأوى ودخلت جوه المول، بس ازاي بالسرعه دي هتختفي من على السلم؟ يعني السلم طالع ببطء، الراجل مشى بسرعه جدا عشان يلحق السلم ومع ذلك هي اختفت من عليه. والاحتمال الثالث طبعا ده انتوا اكيد عرفتوه، ان البنت دي ما تكونش انسانه اصلا ويكون ده خيال او جن. يا ترى انتوا مع انه رأي؟ يا ترى انتوا ايه رأيكم؟ يا ترى دي فعلا انسانة حقيقية، طفلة حقيقية، ولا مش حقيقية؟ اكتبوا لي. الصورة اللي جاية دي نشرها واحد على موقع ريدت. الشخص اللي عمل بوست الصورة دي بيقول ان جاره لقط الصورة دي لأطفاله وهم بيلعبوا، ولكن من ساعة ما شاف الصورة دي وهو رفض انه يوريها لأطفاله او لأهله تماما، لانه بصراحة شافها صورة مرعبة جدا، وده اللي شافه في الصورة واللي اعتقد من خلاله انها فعلا مرعبة. اتفرجوا. كل اللي شاف الصورة دي بصراحة اترعب. جدير بالذكر ان والد الاطفال دول عايش جنب مقبرة، والصورة دي لقطوها قدام البيت، فتخيل للاب انه ممكن يكون شبح من الاشباح الموجودة في المقبرة جاء اتمشى معاهم او يعني ظهر في الصورة كده. فيا ترى انتوا تعتقدوا الصورة دي حقيقية ولا صورة فيك، ولا ده مجرد بارادوليا، يعني حاجة كده عقلنا خيل لنا ان هي مثلا وش وعينين بتنور، ولكن بصراحة هو واضح جدا ان وش وعينين بتنور. بس انتوا برضو تقولوا لي رأيكم. الفيديو الجاي ليوتيوبر بيزور برضو الأماكن المهجورة أو المسكونة. المبنى ده أصلا كان معبد سري لمنظمة ماسونية، والمعبد ده كان من سنة 1985. في بداية القرن ال21 المعبد ده اتهجر لأسباب غير معروفة، ومن وقتها محدش دخل المعبد ده أبدا. ولكن اللقطات اللي لقطها اليوتيوبر ده واللي اسمه كريستوفر هيل بتوضح إن المعبد ممكن يكون يسكنه حاجة تانية، أو بمعنى صح مش مهجور بالكامل. وده اللي لقطه في الكاميرا. ركزوا كويس واسمعوا كويس وايه اللي هيفوتكم. اتفرجوا. تقدروا تشوفوا انه اثناء ما كان بيصور سمع صوت كده خافت جاي بيقول له هي. ماشي، نقدر نقول ان الصوت مش من جوه، ممكن يكون من بره، ولكن اللقطات اللي لقطها بعد كده فعلا مرعبه. في الفوتج اللي جايه كان بيصور في القبو بتاع المعبد. اتفرجوا. It's really sad that they let this historical place fall apart like this. Damn, man, that's crazy. تقدروا تلاحظوا ان في ظل اسود ماشي بهدوء جدا داخل الاوضه الضلمه دي. اتفرجوا كده على فيديو تاني معمول له انهانس. طيب ممكن تقولوا ان ده شخص مثلا جاي مع المستكشف، ممكن تتخيلوا ان هو جاي يعمل معاه تمثيليه ولا حاجه، وانه بسبب جوده الكاميرا او علشان الاوضه دي بعيده شويه فالشخص ده اختفى جوه من غير ما نلاحظه قوي. ولكن هو في نفس الفيديو في نفس المقطع في نفس الدقيقه اللي صور فيها دخل الاوضه دي يستكشف جواها، والاوضه دي ما فيهاش اي مخارج. لما دخل الاوضه ما لقاش اي شيء. فلو ما فيش حد جوه، يا ترى الخيال اللي دخل ده كان ايه بالظبط؟ فانتوا ايه رايكم؟ كالعاده اسيبكم انتوا تحكموا في الموضوع. وبس لحد هنا تكون خلصت المقاطع بتاعتنا وخلص الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم المقاطع متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك. لو وصلتوا لحد هنا شكرا جدا من قلبي ليكم، واستنوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.